كان أسر لأمتنا كلها، وعلى الذين صنعوا ذلك أن يراجعوا أنفسهم وأن يعرفوا أن مقدرات أمتنا لا تحتمل النزق ولا تحتمل الادعاء الفارغ في زعامة فارغة، ولا تتقبل أمتنا أن ترى زعماءها إخوة متحابين أمام الكاميرا ثم متخاصمين إذا بعدوا عنها. خافوا من ربكم، إن الخطر المحدق علينا يجعلنا نتماسك، ولنكن على الأقل كما كان امرئ القيس في الجاهلية عندما سمع الخطر وقتل أباه كسر الكأس. فهل آن لنا أن نكسر الكؤوس التي تشرب والشهوات التي ترغب والتمزق الذي يصنع للعدو نصرا وهم لا يفعلون شيئا؟ هم أجبن الناس في الأرض، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وأنا أقسم لك قسم أحاسب عليه، لو ارتبطت هذه الأمة ساعة واحدة من نهار كما يحب ربها لتزلزل الموقف كله من أوله إلى آخره، وأعادت أمريكا وغير أمريكا الحسابات مرة ومرة ومرة، ولكننا نتكلم بلغات مختلفة، والقرآن الكريم يطالبنا أن نتكلم بلغة واحدة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فما أطالب به أن نعود جميعا إلى كلمة سواء. إذا كنا نحن ننادي غيرنا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذا كنا نحن مطالبون أن نخاطب الغير بهذا، أما أنا لنا أن نخاطب أنفسنا؟ الخطر أقول لك محدق بكل معنى الكلمة وخطير بمعنى الكلمة، وهذا المتبجح يرى أن الأمر فاضي خالي خلع لك الجو. عيب اللي احنا فيه، ومرة أخرى عيب اللي احنا فيه باللغة الدارجة، عيب. وعلى كل إنسان أن يراجع نفسه حاكما كان أمه. وأنا من الناس الذين لا يمكن يقبل ديني أن أتهم أحدا بخيانة، إنما التقصير لماذا والفرقة لماذا ولماذا نحن على هذا الحال؟